لو حبيبتك من مواليد برج الدلو ومحتار تجيب لها بوكيه ورد شكله ايه، تعال اقول لك تجيب لها ايه. زي ما قلنا قبل كده ان الهديه ليها قيمه كبيره جدا عند اي ست، انها بتوصل لها انك راجل كريم. والكرم ده صفه مهمه جدا عند اي ست، خصوصا لو من الراجل اللي بيتودد ليها وبيحاول يخطف قلبها. انا لما بتفكر ان هديتك تكون ورد تحديدا، فانت هنا مش بتوصل انك كريم، لا، انت بتوصل انك راجل راقي ومتحضر وكمان مختلف. خد بالك انك تقدر تدخل اي محل ورد وتشتري افضل واغلى باقة ورد في المحل ده، واكيد طبعا الباقة ده هتوصل الرسالة اللي انت عايزها. لكن لما بتجيب لها بقى بوكيه ورد على ذوقها وبالالوان وبالازهار اللي هي بتفضلها، فده معناه انك فاهمها، والست بتعشق الراجل اللي فاهمها. خليك عارف ان الستات مش زي بعض وما بيفكروش زي بعض، وبالتالي اذواقهم مش زي بعض. يعني مش بالضرورة ان بوكيه ورد عجب واحدة يعجب واحدة تانية. أنثى برج الدلو بتميل للزهور المختلفة الغريبة الملونة، وخصوصا ألوانها تكون داكنة. وعشان كده هتلاقيها بتميل لزهرة الجلاديوس لأن ألوانها جميلة، ولأنها زهرة مش متكررة في بوكيهات الورود. كمان بتحب زهرة طيور الجنة لأنها برضو بتقربها من الزهور أو من الحاجات المختلفة. قلنا أنها بتحب الحاجات الغريبة والمختلفة. وانت بتختار بوكيه ورد لأنثى برج الدلو، ركز على الألوان اللي هي بتحبها، وهي طبعا بتحب ألوان كتير في الزهور. ركز على الأصفر والبنفسجي والألوان الداكنة. لو عايز تضيف أي ألوان تانية غير الأصفر والبنفسجي، ممكن تضيف أي زهور بألوان داكنة، أي درجات لون بس يكون لون داكن. وده يكون الشكل النهائي لبوكيه ورد أنثى برج الدلو. فانت فيديو مش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس واشترك في القناه وتشارك الفيديو لاكبر عدد من اصدقائك، وانتظروني في فيديوهات جديده وان شاء الله محتوى قوي جدا جدا الفتره اللي جايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.